طبعا احنا دلوقتي قدام تاني اكبر المعابد حجما، معبد ادفو. طبعا معبد ادفو هو معبد الاله حورس اللي قدامنا في صورة صقر. هنا باب المعبد كده، ورانا الفناء اللي كان بيتجمع فيه الشعب قدام المعبد. طبعا احنا سهلناها على نفسنا وفهمنا ان اي معبد مكون من صالة اولى، صالة تانية، قدس الاقداس. كده احنا هنا في الصالة الاولى، صالة الاعمدة. ورانا الباب على طول، بقى ورا الباب الفناء اللي كان بيتجمع فيه الشعب. طبعا هنا دي الصالة الاولى، صالة الاعمدة. زي ما انتم شايفين العظمة في البناء. طبعا دي اخر محاولة من البطالمة في زي ما اتفقنا البناء على شكل اسلافهم يعني. هنا احنا في الصالة التانية، صالة اعمدة برضو، وقدامنا اهو قدس الاقداس. يبقى اي معبد مكون من صالة اولى، صالة تانية، قدس الاقداس. احنا هنا شايفين السقف اسود، لان طبعا المعابد اتعرضت لانتهاكات على مر العصور، يعني على ايد متعصبين مجرمين على مر العصور، يعني كانوا بيشعلوا فيها النيران، وده كان أذى. يعني بعض المعابد أصلا كانت يعني كلها مكسية بالألوان. هنا قدس الأقداس، هنا المفروض الإله حورس. يبقى أي معبد زي ما اتفقنا، صالة أولى، صالة تانية، قدس الأقداس. هنا المعبد مليان دهاليز ومليان غرف دفن. يعني انت بجد مكان ملهم، يعني مفيش حد هيخش المكان ده هيخرج مش مبسوط. طبعا الناس اللي على يمينك وعلى شمالك منحوتين دول في استقبالك يعني انا شايف كده، يعني وجهة نظري كده. المكان ملهم لكل الزوار. لسه في كل انحاء العالم مهتم الا المصريين، يعني سبحان الله نسبة المصريين موجودة بس تكاد تكون معدومة يعني. زي ما حضراتكم شايفين طبعا كتابات ونقوش طبعا باكتر من لغة. انا شفت السلم ده محدش عايز يطلعه، وفي ناس زي ما اتفقنا منحوتة على اليمين وعلى الشمال في استقبالك، فطبعا انا ما ضيعتش الفرصة. وطبعا السلم قررت ان انا اطلعه. طبعا انا مسرع في الفيديو، ولكن انا حسيت ان الناس دي واقفة علشاني انا بصراحة.